هل يعود الثعلب؟ فرضية عودة هيرفي رونر لقيادة أسود الأطلس تلوح في الأفق. في ظل اقتراب كأس إفريقيا للأمم، بدأت بعض الأصوات تتحدث عن إمكانية حدوث تغيير على رأس الإدارة الفنية للمنتخب المغربي، واسم هيرفي رونر يعود ليطرح بقوة كأحد أبرز المرشحين لخلافة وليد الركراكي، في حال قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم إجراء تغيير قبل البطولة القارية. رونر، الذي ترك بصمة واضحة في تجربته السابقة مع أسود الأطلس، لا يزال يحتفظ بعلاقة قوية مع الشارع الرياضي المغربي، خاصة بعد قيادته المنتخب إلى التأهل لكأس العالم 2018 ووصوله إلى أدوار متقدمة في كأس إفريقيا. تركيزه على الانضباط التكتيكي وقوة شخصيته جعلاه يحظى باحترام اللاعبين والجمهور على حد سواء. فرضية عودته تأتي أيضا في سياق النتائج المتذبذبة والأداء المتفاوت للمنتخب في الآونة الأخيرة، ما فتح باب التأويلات حول مستقبل الركراكي رغم الإنجاز الكبير الذي حققه بوصوله إلى نصف نهائي كأس العالم في قطر. ومع انتهاء عقد رونر مع المنتخب الفرنسي للسيدات بعد أولمبياد باريس 2024، تبدو العودة إلى المنتخب المغربي ممكنة من الناحية الزمنية، وإن كان القرار النهائي يبقى بيد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. إلى حدود الساعة لا وجود لأي تأكيد رسمي، لكن فرضية عودة الثعلب تظل قائمة، وربما تصبح واقعية في حال اختارت الجامعة البحث عن نفس جديد قبل انطلاق العرس القاري الصيف المقبل.